الحلقة 5 من مسلسل هاوس اوف ذا دراجون الموسم الثاني نزلت النهاردة، وانا النهاردة جاي علشان اراجعها معاكم واراجع اهم الاحداث اللي حصلت فيها. فبنبتدي وبنعرف ان ايجون عايش، وده بصراحة حاجة محبتهاش، وللأسف يعني بوظ التوقع بتاعي عشان كنت متوقع ان ايجون هيموت وايمون ده هو اللي هيمسك الحكم. بس تمام، يعني نص التوقع صح، وان ايمون ده هو اللي ماسك الحكم، مع ان ده مش هيدوم للأسف. وايجون الحلقة اللي جاية هو اللي هيرجع تاني ويمسك الحكم وهيبقى ملك، بس هيبقى ملك سوري وعنده هذيان. يعني مش عارف هيتكلم ولا لأ، بس أعتقد إن هو مش هيتكلم، هيبقى مجرد صورة بس مش أكتر من ده، واللي حواليه هم اللي هيحكموا. تاني حاجة إن ابن رانيرا شخصيته قوية جدا، يعني حاسس إن هو هيبقى ليه دور فعال ومؤثر. وموضوع إن هو لما راح سمعنا اسم الفري افتكرنا كلنا ريد ويدنج، يعني حتى هي اتقالت في المسلسل، حاسس ان هي اتقالت بقصد ده، ان احنا نفتكر الريد ويدنج واللي حصل في الريد ويدنج ونبقى قلقانين عليه وان يحصل له حاجه من عائله الفريز. فبصراحه الحته دي حبيتها شويه. ديمون بيحاول يجند البراكن والبلاك وود في الجنب بتاعه، وده بصراحه يعني انا مش حابب الجانب بتاعه ديمون في المسلسل لحد دلوقتي. موضوع هارين هول والجو ده والقلعه بتاعت هارين هول، انا ده كارهه بمعنى الكلمه حرفيا. اكتر حاجه ممله في المسلسل. مش حاسس ان ليه دور فعال ولا اي حاجه. زي ما قلت الحلقه اللي فاتت والحلقه اللي قبلها، مط احداث ابن الذين. احنا عايزين ديمون في الحرب، عايزين ديمون نشوفه هيعمل ايه في الحرب وهيحصل ايه وهكذا. فبصراحه انا مش حابب السكه اللي ديمون ماشي فيها. ان ايمون ده هيبقى الملك بقى، وان كل المجلس سانده. ده هيضيف كتير قوي في المسلسل بصراحه، وده حبه قوي، وهيخلي فيه حماسه اكتر في الاحداث بتاعه المسلسل، وحاسه جنب كويس، وهيخلي فيه حرب. وحاسس ان الحلقه اللي جايه هيبقى فيها حرب او هيبقى فيها حاجه بالطريقه دي، والحلقه السابعه ده بشكل حتمي هتكون فيها حرب. يعني اللي احنا سمعناه كلنا ان الحلقه السابعه هيكون فيها حرب، وحرب اكبر من الحرب اللي حصلت الحلقه اللي فاتت، وده بصراحه انا حابه. وعلى فكره زي جيم اوف ثرونز دايما كان الحلقه اللي قبل الاخيره، هو الموسم ده 8 حلقات تمام، فدايما في جيم اوف ثرونز الحلقه اللي قبل الاخيره كان بيبقى فيها حرب، وكانت بتبقى اقوى حلقه، وكانت بتبقى اكتر حلقه مستنيينها. فاتمنى من كل قلبي ان ده يكون في مسلسل هاوس اوف دراجون برضو، عشان ده بيضيف كتير للمسلسل، وزي ما نجح في جيم اوف ثرونز اتمنى ان هو ينجح في هاوس اوف دراجون. وبنشوف قد ايه ان اليسنت مش عايزه ان ايموند هو اللي يمسك الحكم، علشان هي عارفه ومتاكده ان هو اللي عمل ده في ايجون. وبنشوف جانب تعاطفي مع ايجون من اليسنت احنا مش متعودين عليه، بالذات ان هي اصلا السبب في ان هو يروح الحرب، وهي السبب في كل اللي حصلت له ده من الحلقه اللي فاتت، لما قالت له ان احنا طالبين منك ان انت ما تعملش اي حاجه. فيعني الجانب ده حاسس ان هو برضو ملوش لازمه، بس بيضيف شويه في الاحداث بتاعه المسلسل. وانا مش بحب بصراحه، ما بقتش بحب شخصيه اليسنت، حاسس ان هي بقت شخصيه ملهاش اهميه ولا ليها دور في المسلسل. اتمنى ده يتغير، بالذات ان هي لما عرفت من رانيرا ان المفروض هي تبقى الوريثه، كنا متوقعين ان اليسنت والشرف ومش عارف ايه المفروض تعمل حاجه او يبقى ليها دور تاني مختلف عن ده. انا مش من قراء الروايه، فما اعرفش ايه اللي هيحصل بالظبط تمام. فهمنا في الحلقه دي كمان منطق ايموند بنسبه 100%. خلاص هو عايز يكون الملك، وعايز ان رانيرا تكون الملكه بتاعته، يعني مش ملكته، الملكه او زوجته، يعني هما الاثنين يحكموا ملك وملكه. لكن مش هيبقى موافق ان رانيرا هي اللي تكون الملكه وهو يكون تحت امرتها او حاجه بالطريقه دي. وبنكتشف في اخر الحلقه، واهم حاجه في الحلقه حرفيا، ان رانيرا بتروض تنانين كبار، مش اكبر من فيجر، بس هما الاتنين لو معاها او في ناس ركاب ليهم او بيقودوهم، هتقدر تبقى ليها الاولويه وتقدر تكسب الحرب. بس لحد اللحظه دي هي ملهاش، التنين دول ملهمش رواد او ملهمش ناس بيركبوهم او بيقودوهم يعني. فهيعملوا ايه؟ فهيروحوا هيشوفوا العائلات التانية، في من الترجيريان ناس اتجوزوا من العائلات التانية تمام، فهيجيبوا الناس دي ويحاولوا ان هم يقودوا التنانين دي او يركبوهم او هكذا، ويكونوا معاهم في الحرب. طيب رأيي ايه في الحلقة يعني كويس مش وحشة، فيها مط شويه في الاحداث في الجنب بتاع ديمون، ما حبيتوش، اكتر جنب ممل بالنسبه لي. ما فيهاش احداث مهمه كتير، بس تظل حلقه لبناء الاحداث، وحلقه كويسه ما فيهاش احداث جاذبه للانتباه بشكل كبير، وحلقه لذيذه. تقييمي للحلقه دي هو يعني مثلا ممكن 7.5 من 10، مش حلقة وحشة. وتوقعي زي ما قلت ان الحلقة اللي جاية واللي بعدها هيكونوا فيهم حرب، اتمنى تكون الحلقة اللي جاية، بس انا
للاسف يعني اتوقع ان الحلقه اللي بعدها هي اللي هيكون فيها حرب. وبس لو الحلقه عجبتك لحد دلوقتي يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان تشوفني في كل حاجه بعملها. اشوفك على خير في حلقات كتير جدا جايه، وسلام.